مبارك عليكم الشهر. حياكم الله برنامجكم Let's Talk Law. موضوعنا اليوم موضوع مجاهرة بالإفطار. مساك الله بالخير أبو سامي. مساك الله بالنور أبو صقر. مساك الله بالخير صدق. مساك الله بالنور. بارك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك. علينا وعليك تبارك. إن شاء الله كل سنة على هالقعدة برمضان والله لا يفرقنا. اللهم آمين. موضوعنا اليوم المجاهرة بالإفطار. طبعا هو موضوع رمضان وكل رمضان. فايش رايك في الموضوع أبو سامي؟ احنا قاعد نتكلم طبعا عن قانون المجاهرة بالإفطار اللي يعمل فيه بدولة الكويت، اللي عقوبته توصل إلى شهر بالسجن. احنا قبل الحلقة الأمانة سولفنا شوي وفي وجهات نظر مختلفة. أبو صقر عنده وجهة نظر، أنا عندي وجهة نظر، والأستاذة طيبة عندها وجهة نظر. وجهة نظرنا أبو سامي اليوم طبعا الاختلاف لا يفسد في الود قضية، بس احنا اليوم نسمع عن المجاهرة بالإفطار، ومثل ما قلت لك هو موضوع سنوات نسمعه، ان هذا قاعد يفطر بالشارع، هذا ما قاعد يحترم عاداتنا وتقاليدنا، ونسمع عن اشخاص وضعوا بالحبس بسبب المجاهرة بالإفطار. طيب هو كقانون مثل ما قلت ما عليه خلاف، تخالف القانون تروح القضاء ممكن يوجه لك غرامة أو عقوبة حبس تصل إلى شهر، تقضي عقوبتك. اليوم موضوع المجاهرة بالإفطار بينا عقوباته، خلينا نتكلم فيه على الجانب الأخلاقي، على جانب العادات والتقاليد. اليوم هل أنت أبو سامي معه أو ضد قانون المجاهرة بالإفطار؟ وكيف يطبق على أرض الواقع؟ أوكي. أنا القانون قائم ولا اعتراض عليه، ولكن أنا اللي أقول أن القانون غير منطقي بسبب إحنا عندنا جاليات مسلمة في دول حوالين العالم كله، وفي دول غير مسلمة. المسلمين هناك قاعد يمارسون شعائرهم بكل حرية، قاعد تجهر مساجدهم بالأذان، محترمين إن في بعض الدول طبعا محترمين ان الحريم عندنا يلبسون حجاب، ولا كان عندهم اعتراض بهالشيء. فليش لما نوصل حق مثلا مواطنين هالدول اللي هم قد يكونوا مسلمين قد يكونوا غير مسلمين وجايين الى بلدنا ونعاقبهم على شعيرة دينية المفروض يلتزم فيها المسلم فقط؟ اليوم طبعا ابو سامي انت قلت ليش نعاقبهم على جريمة. زين، اليوم طبعا الجهل بالقانون لا يعفي، هذا طبعا المبدأ الأول. والمبدأ الثاني ان القانون هذا اساسا موجود مفعل، فاي شخص حاب انه يجي دولة الكويت في ايام رمضان او الشهر الفضيل يلتزم انه ما يجهر بالافطار بالشارع، ان الشيء هذا راح يوجه له عقوبة ممكن توصل عقوبتها للحبس. متفقين على النقطة هذه؟ متفقين. خلينا نتكلم عن نقطة العادات والتقاليد. اليوم ابو سامي يمكن عنده وجهة نظر، يقول ان اي شخص يجي من برا لازم احنا هم نحترم انه هو ضيف، وفي حال انه هو اجهر بالافطار بالشارع فهو شخص غير مسلم لا يدرك انه هو قاعد يسوي شيء مثلا يؤذي المجتمع، وممكن يجرح صيام الاشخاص. هذه الشغله اللي انا وياك مختلفين عليها، هل شخص قام بالاكل او الشرب بالشارع وانت شفته كشخص صائم، شيء هذا راح يجرح صيامك ولا يؤذيك؟ هذه نقطتي، ان المفروض انت صيامك لا يجوز انه يكون بالهشاشه اللي من اشوف احد ياكل ولا يشرب قدامي بس انا الحين باكل واشرب، معناته انت مو صايم لله، انت صايم لان هذا عاده مو فرض، مو طيب دين. سامي ليش ما تاخذها من ناحيه اخرى، تقول ان هذا الشخص اللي قدم الى بلدي يحترم عاداتي وتقاليدي. اليوم في بعض القوانين انزين اللي موجوده في دول اجنبيه احنا قاعد نحترمها مع انها تخالف عاداتنا وتقاليدنا. يعني انت اليوم مثلا رحت الدوله هذه تمنع الحجاب، كان في قانون بدوله اجنبيه يمنع الحجاب. اليوم انا مخير اما اني انا ما اروح زين او اروح وما البس الحجاب. طيب انا طبعا اكيد راح يكون اختيار اني ما اروح، لان ما راح اخلي اكيد زوجتي تفسخ حجابها عشان القانون. ولكن في اشخاص في ذاك الحقبه من الزمان اتوقع لغى القانون هذا، ذهبوا الى هذه البلاد وشالوا الخمار اللي هو النقاب. يعني في دول تمنع الخمار. اول شيء ما نقدر، الدوله اللي قاعد اتكلم عنها لما منعت في مدارسها وفي دوائرها الحكوميه، وهي دوله ينص دستورها بصريح العباره ان احنا دوله علمانيه، وهم تراجعت على القرار. تمام سامي انا معاك ما يخالف، ولكن في شغله،
ما نقدر نقارن مثلا الخمار اللي اول شيء يخش هويه الانسان عن حاجه اساسيه من حاجات البشر اللي هي الاكل والشرب. هذا مجال وهذا مجال. هم في شغله ثالثه، ان ما يصير نقرن الموضوع بالاحترام، لان الاحترام واجب على الكل. كل حضاره وكل شخص رايح الى بلد اخر لازم يحترم عاداته وتقاليده، ولكن احنا مو قاعد نتكلم عن عاده وتقليد، احنا قاعد نتكلم عن بيسك هيومن فانكشن. انا يوعان، انا صيني، انا كوري، انا وصلت هالبلد بعقد عمل بزياره، يا اخي ما ادري. وطبعا انت تفضلت وقلت ان الجهد بالقانون لا يعفيك 100%، ولكن هم احنا قاعد نشكك بمنطقيه القانون نفسه. ان انا اذا جيت وانا طول عمري اذا بغيت اكل واذا بغيت اشرب. فوين قله الاحترام بالموضوع؟ ولا ايش رايك استاذ طيب؟ انا اوافقك استاذ عبد اللطيف. انا اشوف اوكي كقانون احنا مجبرين ان نحترمه، ولكن بالنسبه حق منطقيتها لا مو منطقي. لان عندنا احنا الحين في يعني زمن تطور وكويت جديده ووايد عندنا ناس جايين من برا سواء كان من الصين او من دول اخرى على اساس انه يعني حق مشاريع وغيرها من هالامور. فانت هني هذا مو احترام، اللي هم قاعد يسوونه مو احترام لعاداتك او لتقاليدك. هذا هم يعني غصبا عليهم خلي ياكل فندقه ليش يطلع برا؟ هم حتى الحين يعني مواقع نقدر نقول مواقع، ما بقول الاسم، المواقع اللي توصل الاكل وتوصل الاشياء هذه اغلبها ما يوصلون. بس انا عندي تعقيب بسيط، ولا ايش رايك مسامي؟ يعني اتمنى من الجهات الحكوميه بالمطار يحطون تنويه، انزين، ان يا جماعه الان احنا في وقت رمضان، وان اليوم انت راح تعاقب اذا اتيت الى دوله الكويت وافطرت امام العالم او كليت او شربت قدام العالم. فاليوم من واجب الدوله ان تنوه الاشخاص القادمين كنوع من انواع الاحترام. يعني اليوم انت خلاص ما تبي تلغي القانون، وانا مو مع الغاء القانون، انت مع الغاء القانون، انا ضد الغاء القانون، ولكن مع التنويه. اليوم انت بس من يوصل اعلان صغير بالمطارات، ترى احنا اليوم في وقت كذي، اذا خالفت القانون راح تكون عقوبتك كذي، تعطي نوع من انواع الاناونس، العلم بالشيء. هو مو مجبر انت، بس اليوم حتى لو هو باشر قال والله انا ما ادري، لا حبيبي انت تدري. بلغينك على الاقل. انزين يا جماعه، للمسلمين اللي عايشين في دول اوروبا اللي اذان المغرب يؤذن فيها الساعه 9 و10 بالليل، والحياه قائمه والمطاعم شغاله، ولا في اصلا روح لرمضان هناك، هذيل هالمسلمين اللي تحملوا، هل تقولون جرح صيامهم اذا شافوا جارهم ولا زميلهم بالعمل ياكل ويشرب قهوته ولا يدخن سيجارته؟ بالعكس، محترمين صيامهم ومؤمنين ان هذه فريضه، والفريضه هذه ما تتاثر بغيرها، بالناس اللي حواليها ولا بالبيئه اللي حواليها. سامي صدقني، انا اشوف لو لغى القانون هذا راح نشوف وايد تجاوزات ووايد تعديات انت ما راح تحبها. التجاوزات من منهم؟ من مسلمين ما ندري منو، بس لا. انه يعني احنا بس كلمه تجاوزات كلمه وايد كبيره. لما واحد ياكل قدامك هذا مو تجاوز. لو ان القانون مو موجود وواحد كل قدامك يعني هذا مو احترام تجاوز. حق شهر من الفضيل، احترام حق رمضان. ترى رمضان كله شهر يا جماعه، يعني من قاعد سواء انت زاير او انت اجنبي يا اخي بس هالشهر. بس انت قاعد تنيط بالدوله مهمه مراقبه الفرد في حال شربه واكله. احنا مو قاعد نتكلم عن والعياذ بالله مثلا شرب خمور، ولا احنا قاعد نتكلم عن شغله بديهيه. انا يعت، انا كليت، انا عطشت وحده. يا جماعه السنه رمضاننا بشته، تذكرون رمضان لما كان بشهر 8 و7؟ فاهمين قصدي يعني؟ طيب استاذ اسف، بس انا بس بكمل هالجزئيه، انه خلينا نحس بالناس الثانيين مثل ما نحس بنفسنا، خلينا نفكر بالآخرين وهم زايرين بلدنا مثل ما احنا قاعد نزور بلدنا. وعفوا في نقطة وايد مهمة، يعني أهم احنا عندنا هني في ناس مثلا تسافر برا دول أجنبية وتكون غير مسلمة، تشوفونهم حطوا سيادتهم وقاعد يصلون، ما حد كلمهم ولا حد قال لهم شيء. فاحنا بالمقابل أنا ما قاعد، يعني احنا ما نتكلم عن القانون، احنا قاعد نتكلم عن منطقية القانون، ولكن القانون لازم نحترمه بالنهاية. انا ودي انتقل الى موضوع اخير اللي هو موضوع التوصيل اثناء رمضان، اللي هو مثلا مواقع التوصيل، المطاعم. هل انتم مع قرار ان هم يوصلون قبل الفطور، يعني ما يسكرون مثل عادي مطعم يوصل الساعه 10 الصبح 12 الظهر، ولا انتم ضد القرار هذا؟ يعني مع او ضد؟ 24 ساعة، مع 24 انت مع 24 ساعه. طيب شو السبب؟
لان في ناس مثلا ما يقدرون يطبخون، واحد جاي بروحه ما معاه زوجته، او واحد ما يعرف يطبخ مثلا. يعني اللي عندهم موانع شرعيه من الصيام، وايضا الاشخاص الزائرين. يعني اليوم الكويت تبي تصير دوله سياحيه، صحيح. وشفنا وايد يعني توصيات من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء بأنه بيسمح حق كثير من الأشخاص أن يأخذون فيزا، والفيزا صارت تطلع ب5 دقائق. فاليوم تماشيا مع الشيء هذا هم إحنا نشوف أنه ما يمنع أن أنت توصل 24 ساعة، لأن اللي يبي بيصوم حق نفسه وبيصوم حق ربه، ما راح يعني توصيل طلبات ما راح يأثر عليه. وبالضبط يعني مع قيام هالقانون اللي احنا قاعد نتكلم عن منطقيته، انه اذا بتمنعني اني اكل بالشارع او اشرب بالشارع هم تمنعني اني اكل ببيتي. فهني نوصل حق مرحله غير منطقيه، يعني ان انا زاير اجنبي ولا تاكل ليل المغرب، يعني عباره صوم حالك حالنا. صح. وبالنهاية الأمر متروك للقيادة، وإحنا نحترم القيادة وكلنا مع القيادة. ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون وصلنا لكم معلومة بشكل سلس وخفيف، ونشوفكم إن شاء الله بحلقات قادمة. انا الامانه مع حقوق المراه 100%. لتعطي المراه الحق بتزويج نفسها من غير اذن ولي الامر. تصويت المرأة في مجلس الأمة كان مش موجود. المراه الان دخلت الجيش، دخلت الشرطه، دخلت القضاء. تلزم الدولة بإعطاء ولدها الجنسية. الشريعه الاسلاميه شهاده الرجل عن شهاده امرأتين. فانا اشوف ان هذا عدل، يعني مو مساواه. المساواه كلمه وايد كبيره بالنسبه لي. الرجال له كيان والمراه لها كيانها. اليوم المرأة ما تنفق على أولادها، فإذا قلنا مساواة إذن المرأة تنفق على أولادها مثل ما الرجل ينفق على أولاده. شهاده المراه منفرده تقبل من معظم المذاهب الفقهيه.